ذهب رجل مسن إلى المحكمة ليشكو ابنه، وعندما وقف أمام القاضي قال له: يا سيدي القاضي، جئت لأتقدم بشكوى. فسأله القاضي: ضد من؟ فقال: ضد ابني فلان. فنظر القاضي إلى من معه من القضاة مستغربا كلام الرجل، ثم قال: وما فحوى شكواك بالضبط؟ فقال الرجل: أريد أن آخذ مصروفا شهريا من ولدي. فقال القاضي: هذا من حقك على ابنك دون نقاش. تعاطف القاضي مع الموقف، وأخذ بيانات الابن واسمه وعنوان سكنه، وأمر بإحضاره على الفور. واجتمع الابن بأبيه في المحكمة أمام القاضي. عندها توجه القاضي إلى الابن وسأله: هل هذا أبوك؟ فقال: نعم يا سيدي القاضي، إنه والدي. فقال له القاضي: هل تعلم أن أباك تقدم بشكوى ضدك يطالبك بمصروف شهري قدره 10 قروش؟ فقال الابن مستغربا: 10 قروش؟ فقال القاضي: نعم، هكذا رغب أبوك. فقال الابن: كيف يطلب مني مصروفا وهو يملك العقارات والأراضي والمحلات، وهو غني جدا؟ وكيف يطلب مثل هذا المبلغ الزهيد؟ لو رآه أحد على الأرض لما التقطه. فقال القاضي: هكذا أراد أبوك وهو حر في مطلبه. فقال الأب: يا سيدي القاضي، لو حكمتم لي بهذا المبلغ فهل سأقبضه شهريا؟ فقال القاضي: نعم بكل تأكيد. فطلب الأب من القاضي أن يكون تسليم المبلغ له من يد ابنه بالذات دون أي وسيط. فاستجاب القاضي لطلبه، وأصدر حكمه قائلا: حكمت المحكمة على فلان بن فلان بإعطاء أبيه مصروفا شهريا قدره 10 قروش حسب رغبة الأب دون انقطاع مدى الحياة، على أن يسلمه المبلغ بيده مباشرة دون أي وسيط بينهما. وقبل أن يغادر الأب والابن قاعة المحكمة، قال القاضي للأب أمام ابنه: اسمح لي أن أسألك، لماذا شكوت ابنك وطلبت منه مصروفا شهريا زهيدا رغم أنك غني جدا ولست بحاجة إلى المال؟ فدمعت عين الأب وقال: يا سيدي القاضي، إني لأشتاق إلى ابني هذا كثيرا، ولكنه ابتعد عني ولا أراه إلا نادرا. والله إن قلبي لمتعلق به، ولكنه لا يجلس معي ولا يعيرني أي اهتمام ولا يكلمني، فلم أجد وسيلة لأراه إلا أن أتقدم بهذه الشكوى لأكتفي برؤيته مرة واحدة في كل شهر. فتأثر القاضي بكلامه وقال: والله لو قلت لي هذا السبب منذ البداية لأمرت بحبسه أيضا. استغلوا وجود آبائكم وأمهاتكم في حياتكم قبل رحيلهم، ولا تضيعوا هذه النعمة قبل أن تفقدوها.